السلام عليكم. سميتي فاتحة وجيت اليوم باش نحكي لكم قصتي. درت اخوتي واحد مولاتي الكارثه، ما تبغيوهاش يلعدوكم. اخوتي كنت هانيه في زواجي ومكمشه، تسخن عليا راسي وقال لي ديري هاد الزبله اللي غنعاود لكم دروك. المهم اخوتي تبعوا معايا القصه حتى الاخر وقولوا لي شنو غادي ندير. ما عليناش. انا اخوتي الزوج ديالي ما تزوجش انا وياه زواج تقليدي، كنا كنبغيو بعضياتنا قبل الزواج. مده التعارف تقريبا دام ديك عام بحال هكاك وراه تزوجنا. الصيد لا يعاب، الله يعمرها دار لا انكر. ظريف متدين يفيق الصباح يصلي الصبح ديالو الصلاه ديالو في الوقت. يعني اش غنقول لكم، واحد السيد مثالي، زوج مثالي. الله يعمرها دار مهلي فيا عايش الحياه طولا وعرضا. فهمتوني؟ ما عندي حتى شي مشكل معاه، ما عندي حتى شي مشكل مع جوزتي، عائلته حلوه. عائلته الله يعمرها دار، كل شويه يعيطوا ليا مكبرين بيا، ما نهزش الكاس هو الاخر ما نهزوش. نمشي عندهم للدار اخوتي كيديروا لي بحال شي ملكه. وانت انا كنت مهليه في راجلي بزاف وكنا عايشين بخير. تزوجنا تقريبا مده سنتين، عامين ديال الزواج. عامين ديال الزواج اخوتي، وكنت دائما كنحلم انني نولد وليدات، ولكن ما جابش يالله. والمشكل الاخر كان عندي واحد المشكل، يعني هاد المشكل ديال الاولاد كنت كنحلم به من نهار تزوجت، وانا كنت اخوتي باغا الاولاد. قلت مع راسي كي نتزوج، اتفقت انا وياه قلت لي ما نتسناو لا عام لا عامين لا 3 سنين، الحمد لله حنا مفاهمين وكلشي الامور مزيانه، كلشي بخير وعلى خير، ميسورين ما خاصنا حتى شي خير. قلت ليه كي نتزوجوا نولدوا، لان اصلا حنا ماشي زعما باقيين صغار، تقريبا تزوجنا في لاش ديال 32 سنه. المهم قلت ليه زعما يلاه نولدوا يلاه نربيو الى اخره، وتا هو كان موافق. فللاسف دازت ديك عامين وما جابش الله في الوليدات. زائد مشكله اخرى اخوتي كان عندي مع الراجل، مشكل اخر هلكني. مشكل اخوتي هلكني عند الراجل. ما عرفتش كيسميوها، شديد. الراجل اخوتي كيبغي ديك العلاقه بزاف 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 بزاف، صباح مساء صباح مساء. ما فهمتوش، هو من داك النوع اللي بزاف 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 لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. يعني الناس اللي نورمال العلاقه كتكون 2 مرات في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، هذا راه مرتين في اليوم. شي حاجه فوق القياس. كان عندي هذا المشكل وقلت مع راسي يا فاتحه هذا المشكل راه تيكون في الاول، كنت ديك الساعه في بدايه الزواج قلت ماشي مشكل، السيد داخل كيف ما تنقولوا داخل سخون داخل شديد، زعما كنقول مع راسي راه من بعد غادي يتهد، وهذا المشكل غادي يتحد يعني مع مرور الزمان. ولكن اخوتي مع مرور الزمان عاد السيد ما زاد كفصها كتر وكتر. يعني اي مرة كنت سولت هذيك الساعه، يعني كنسول الناس اللي مزوجين في العائله وهذا اللي شويه بعاد، ولا بنات خالاتي اللي معاهم علاقه زوينه، ولا شي صحاباتي تيقولوا لي راه كاع الرجال هكاك في الاول. يعني في الاول ضروري كل نهار كل نهار كل نهار، من بعد راه داكشي كيطلع لهم في الراس وكيولي بنادم راسو عامر بمشاغل ديال الدنيا. وعاد قالت لي ولدتي وليداتك راه غادي يوليو المهام والمسؤوليه كتقولي غير صبري 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 وصافي. حتى انا جاتني من المنطق هذه المساله ان يعني في بدايه الزواج يكون هذا المشكل ديال العلاقه الزوجيه يكون بزاف. ويا خوتي داز الشهر الاول، داز الشهر الثاني، داز العام الاول، داز العام الثاني، وباقي حنا نفس الديسك، باقي نفس المشكله. والمصيبه الكحله باقي ما رزقنيش يلاه بالوليدات. مشيت عند الطبيبه، دارت التحاليل انا وياه، درت كاع داكشي اللي قالت لي الطبيبه، ما عندي حتى شي مشكل الحمد لله، لا عضوي ولا ما عندي حتى شي مشكل. أنا الله ربي ما بغانيش نولد وصافي. بعد اخوتي ديك عامين ولا هذاك المشكل معقدني ديال الولاد، زائد المشكل ديال العلاقه مع الراجل. كل نهار باقي، وانا اخوتي تهديت وحتى النفسيه ما بقات شي عندي، وانا كنت يعني ملهوفه على الدراري. صافي بديت كنحس براسي كندبل نهار بعد نهار. حتى راجلي حتى هو لاحظ هذه المساله، فين ما بغى الحق الشرعي كيلقاني انا مرفوعه ما كيناش وغير كنشكي وغير عيانه وغير دابله وهذا في الاول مسكين عطاني الخاطر، ما نكذبش على الله. عطاني الخاطر وحاول معايا، ولكن تاني كما تنقولوا المصريين رجعتها لي من عادتها القديمه. تاني السيد بغى بزاف، انا تهلكت. ايوا اخوتي قلنا السيد واحد النهار مجمع انا وياه، طلع ليه الدم، قال لي وحشومه عليك ما كتعطينيش حقي، ما هذا. وانا اخوتي مرا متدينه، وحتى الزوج ديالي وما نبغيش يمشي يخرج للحرام، ما نبغيش يمشي يفسد، وما نبغيش يدير شي حاجه مورايا، ما نبغيش يخونني. ولكن في نفس الوقت اخوتي هذاك الشيء فوق طاقتي، ما قدرتش عليه. شو واحد النهار تخاصمت انا وياه، قال لي حشومه عليك والعيالات، قال لي تبارك الله اش كيديروا رجالهم وقال لي انت غير انت، قال لي عيان بك الحال، عيان بك الحال. قال لي وقت ما بغيت كتقولي لي لا، وديما صداني وديما هامي. قال لي لا داك الجميع ديال الدار داك الشيء خليه، قال لي انا نجمع الدار. قال لي المهم انا نهار نكون محتاج كوني معايا، كوني حاضره فيقي معايا شويه. ولكن اخوتي راه ما قدرتش.
وانا داك المشكل داك الوليدات حتى هو المشكل الوليدات حتى هو كان كتهز لي الهم. كنقول يا ربي واش غنبقى حياتي كلها بحال هكا؟ وقلت لكم حنا تزوجنا على 33 سنه، قربت ل 35 سنه وباقي ما عندي الوليدات. المهم مرت. واحد النهار زغبني الله وانا نجلس الراجل في طاوله الحوار، كنت نتكلم معاه ونناقش معاه. قلت له شوف انا صراحه هادشي اللي كطلب مني راه بزاف عليا. قلت له انت راجل متدين وكتفهم في الدين مزيان وحتى انا هكاك. قلت لها انا شوف راه ما عنديش اي مشكل الا كنتي بغيتي تزوج شي مرا اخرى، زعما تلبي لك الحاجيات ديالكم منها. قلت لي زعما تولد لك وليدات، لان الزوج ديالي كنشوفو ملهوف بزاف على الاولاد. فين ما جا شي صاحبو عندنا معاه وليداتو ولا شي حد من العائله مسكين كيقطع ليا قلبي تنشوفو كيفاش كيلعب مع دوك الدراري. السيد باغي الوليدات بزاف. ايوا نوض يا راسي سخن عليا. كنتفرج اخوتي في الافلام بزاف. قلت الشرع عطاه 4 مسكين ماشي مشكل، خليه يتزوج والسيد ميسور وقادر، يعني رجل عادل ورجل هذا. قلت مع راسي ماشي مشكل يتزوج، ولكن الشرط اللي كان عندي قلت لها انا نختار لك. قلت لها ما تجيبش لي شي وحده شي بعلوكه شي وحده صغيره ولا شي حاجه. قلت لها خليني وريني وقول لي وانا نقول اختي هاي لهاد الدار. شوفوا عقلي راني كنت مصاطيه ومقلوبه على تصيلتي القفه. كنت ما حمدتش الله ونشكرو. دابا وليت كنقول يا ليت اللي قرا ما كان. اختي بترجع بالزمن اللور كل ساعه مع راجلي ما عنديش مشكل. ولا هاد المصيبه اللي وقعت لي من بعد اختي كنقول لكم واحد لا سخن عليه راسي تبت. لا سخن عليك راسك اختي تبتي ولا تلفتيش ديال الارض ولا تلفتيش عرفناك اختي متدينه، عرفناك اختي ما تبغيش راجلك يفسد، عرفناك. ولكن اختي عطا الله الحلول ما يسخنش عليك راسك بحالي انا وتقولي نوض نزوجو. والله يتصل طريقك بحال كطرانيه انا. المهم سخن عليا راس في الاول. السيد قال لي راكي كتخرفي راه يسخن عليك راسك. قال لي سيري نعتي بركه من الهضره خاويه قالك نتزوج. من بعد بقيت كنفاتحو في هذا الموضوع. كنقول لي شنو راه الحلال هذاك والشرع عطاك 4 وانت الحمد لله ميسور وكنعرفك رجل حقاني ورجل دين وهذا. انا خوتي انا غرست ليه ديك الفكره ديالي تزوج مرة اخرى. انا خوتي انا كنعترف انا اللي درتها لراسي. بقيت معاه دخلتها ليه لمخو. واحد النهار جلس هو يقول لي صافي مادام انت كتشوفي بحال هكا، قال لي انا ما عنديش مشكل. اقترح عليا واحد السيده اللي كانت ماشي جارتي، كانت ساكنه شويه بعيد عليا. مات لها الراجل تقريبا مده عامين، عام ونص بحال هكاك، باقي ما كامله الصراحه عامين. مات لها الزوج ديالها والسيده غير حاضره لراسو ومكمشه، وكاع الناس اللي في ديك البلاصه كيذكروها بالخير، والسيده درويشه وداخله سوق راسها وفهمتوني. حتى هي مسكينه مات لها الراجل وما عندهاش هي الوليدات وكيعاودوا عليها الناس مرا حقانيه والله يعمرها دار وهذا. قال لي راه شفت ديك السيده ودخلت لي لخاطري وهذا. ناري خوتي راه ملي كنتفكر هذا الشيء كنقول راه واقيلا راه كيقولوا العيالات ناقصات عقلين. ولا خوتي لا ناقصات عقلين. انا والله درتها. جا عندي السيد وقال لي السيده راه الله يعمرها دار شنو بان لك فيها؟ قلت له واخا بسم الله. قلت لي باينه فيها السيده ظريفه وهذا ونكسبوا فيها الاجر والثواب. ما لقيت اخوتي فاش نكسب الاجر والثواب افضل المصيبه هذه اللي درت. بنادم ما كيكون مهني حتى كيدخل عليه المونتيف. ايوا صافي مشى السيد طلب يديها للزواج. السيده بالفرحات عليها بطبيعه الحال، كانت بغات غير حتى هي اللي يسترها، لان المراه حتى ملي كيموت لها الراجل مسكينه راه كتكون بحال ديك المطلقه ديما الاعين عليها. صافي السيده قال لها انا راه مزوج، زعما عارفه زعما مزوج بيا. وقالت لها انا ما عنديش مشكل الله ودي. قالت لي المهم انا نسكن تكون عندي داري بوحدي وديك الهضره. المهم انا حنا السيد عندنا دار كبيره فيها لتحت والفوق، دونك انا غنسكن لتحت وهما فوق مني. انا خوتي راسي ما عقلي ما عرفت فين كان. غتعايروني غتسبوني. انا طاير ليا الفريخ، انا العقل ما عنديش. سكنها فوق مني. خوتي سكنها فوق مني. داز واحد الشهر السيده تفرعنات ما بقاتش بطلق ليا الراجل. اخوتي تسمعهم من فوق تيضحكوا ويكركروا وانا تنمرض وتنتفقسها. اخوتي درتها بيديا. السيد ما بقاش كيوصل كاع عندي. لقى داكشي اللي بغا في خيتي حتى هي كانت مسكينه محرومه شحال من عام. تلاقاو بجوج وانا خوتي لتحت كاسه كنتفقس وكنغني ظلموني الحبايب وكندب. اخوتي كندب على كنقول راسي حاشاكم ما عرفتش كان فيه. راكم فهمتوني عقلي ما عرفت شنو كان. البنادم اللي رجعني للطريق ما لقيتوش. خطوه خديتها فاشله، وانا كنعترف خطوه فاشله كنت اخوتي بين ندخل من باب الدين ومن باب الراجل ديالي ما بغيتوش يفساد وهذا وحنا زعما متدينين وهذا زعما يتزوج وغادي يكون راجل حقاني. مشى لي الراجل وليت جالسه اخوتي لتحت. انا كنتصنت فيه انا ما الفوق ناشطين ومحيحين وراكم عارفين الهضره في راسكم. وانا اخوتي لتحت كنتفقس. مره كينزل عندي يسول فيا وهذا. والسيد صافي داتو ليا المراه داتو لي اخوتي وانا جالسه كديك الحماره. في الاول داخله السيده تتمكنات عرفت منين تشدو. هي عرفت لي احسن مني اش منك يتقزب واش منك كتسيق السيده غير بالمنيات.
مينيته والمكياج والشعورات والروايح والشعبي، وكنسمع الدرديك الفوق اخوتي، الدرديك والشطيح والجدبه والحيحه. ولكن اخوتي راه في الحلال، راه ماشي داكشي في الحلال، ولكن اخوتي كنت هانيه، كنت هانيه. قلت لكم تجربتها في راسي. ايوا وباش كملات وجملات، السيده دابا راه حامله، حامله اخوتي، وانا جالسه لتحت بوحدي. لا تيتي لا حب الملوكه، هو السيد مزوج بيا في الوراق. مره كيجي عندي، لا تفكرني واحد مره في السيمانه ولا الدار، هو كيدوز على الباب، كيخلي الباب ديال داري انا وكيطلع الفوق باش جاي باش طالع. تيجي بعض المرات تيحل غير الباب يدير الواجب، كي دايره فاتحه لاباس كلشي بالك ما خاصك شي حاجه. بحال اخوتي وليت انا هي لتحت، بحال كاريه، اليوم الفوق. ولا اخوتي ما فهمت انا هاد المصيبه دي طيحت فيها راسي، ما عرفتش كيفاش نتصرف. مرضت، وفي نفس الوقت كنقول دابا حنا غنجيكم شويه فليبو، ولكن ما نكذبش عليكم حنا العيالات حمقات. دابا هانتوما انا نحط راجلي للتهلكه. واش وليت كنقول لا، ما كانش عليه يوافق، وكان كيبغيني غادي يعترض وسخى بيا بالساهل ولكن اخوتي راه انا اللي درتها لراسي، انا اللي زرعت ليه دوك الافكار في مخو. ايوا اخوتي دابا هو لقى الحل، كي قلت لكم السيد لقى داكشي اللي بغا الفوق، لقى داكشي اللي بغا لقاه. واخوتي انا جالسه لتحت بحال ديك اليتيمه، لا راجل لا ولاد لا حتى شي حاجه. واخوتي كانت هذه قصته، ما عرفتش كيفاش نتصرف، كيفاش دابا هذا مشكل عويص. قولوا لي دابا نتوما شنو، كيفاش غنحل هذا المشكل؟ راه تعصبت انا نحط راسي فيه، واش نصبر ونتكمش؟ ولكن اخوتي بديت كنمرض من الداخل، ولو فيا الاعصاب ولو فيا الفقصه. تخيلوا معايا كتسمع راجلي الفوق محيح وانا جالسه لتحت، وكندبل، كنحس براسي كندبل. انا درتها لراسي، انا اتخذت واحد القرار اللي ما كنتش متمكنه منه، ما درستوش من جميع الجوانب. يا اختي لا سخن عليك راسك، نصيحه من عندي، الا سخن عليك راسك وياك ديري هاد المصيبه اللي درت، وياك ديرها وتقولي زعما لا انا مستحيل نفكر بحال هكا. والله العظيم الا حنا العيالات تنكونوا جالسين خير وسلام حتى كيطيحوا عندنا شي افكار ديال الويل، حاشاكم ديال الويل، حنا اللي كنديروها بيدينا. يا اخوتي كانت هذه قصتي، وكنتمنى منكم تنصحوني.